لو عاوز تعرف ايه التعليمات والكواليس في الليلة اللي قبل عمليات جراحات السمنة، تابعني في الفيديو ده. هات ورقة وقلم واكتبهم ورايا عشان تبدأ تنفذهم وتجهز أشيائك. صيام رمضان عن الشرب والأكل من 6 ل 8 ساعات قبل العملية. مسموح ناخد دواء الضغط والغدة فقط واحنا صايمين ببق مية وبعدين نكمل صيام. نجهز البطاقة الشخصية، نجهز مرافق أو 2 بالكتير وبلاش نعمل حفلة. نجهز التحاليل والفحوصات بتاعة العملية. نجهز أدواتنا الخاصة، ملاية وبطانية وفوطة وفرشة أسنان لو أنت من الناس الملتزمة وبتغسل سنانك. نجهز لبس مريح عشان نلبسه بعد العملية، وده على حسب طبيعة لبسك، سواء عباية أو جلابية أو ترنج قطن إلى آخره. نلبس ملابس قطن داخلية. نشيل الشعر في منطقة البطن والعانة وتحت الإبط لو موجود بأي وسيلة ممكنة. ناخد دش كويس ليلة العملية بصابون الديتول. ناخد حقنة السيولة تحت الجلد قبل العملية ب 12 ساعة، ودي جرعة وقائية عشان ما يحصلش جلطات لا قدر الله. وبندي نص وزن المريض. نعقم السرة ببتادين من وقت ما نبدأ صيام، وده بيكون ازاي؟ بنغسل السرة بمية دافية وبعدين نمسحها ببتادين، وبعدين نحط شاشة ببتادين في السرة، وبعدين نحط بلاستر على الشاشة. ننام كويس وما نفكرش في العملية. لازم ثقتك بربنا تكون أكبر من أي دكتور. الدكتور ما هو إلا وسيلة وسبب فقط. ندخل الحمام قبل ما نخرج من البيت عشان نفضي المثانة البولية والشرج، ونكرر الموضوع ده تاني قبل ما ندخل العمليات. نوصل المستشفى بدري ساعة عن ميعاد العملية. لو عاوز تعرف ايه اللي هيحصل لك يوم العملية بالتفصيل، تابعني في الفيديو اللي جاي. استنوني.